هي قصة أغرب من الخيال، قد تسمع بها في الأفلام أو الحكايات الشعبية والتراثية، إلا أنها قد تحدث في الحقيقة. هو أمر بالغ الدهشة. هي قصة رحالة مغربي ذهب ليدرس عادات إحدى القبائل الإفريقية، فانتهى به المطاف ليرتبط ب55 سيدة مرة واحدة. ما هي قصة المغربي غلام ياسين مع زعيم إحدى القبائل الإفريقية؟ غلام ياسين هو رحالة مغربي، وهو من مواليد الدار البيضاء، ينتمي من عائلة متوسطة تتكون من 8 أبناء. عمل 9 سنوات في مجال القطارات، وباتت دراجته تمثل رفيق دربه، فلطالما كانت وفية له طوال 4 سنوات، فلم تخذله في منحدرات جبلية أو رمال صحاري، وكانت دائما تؤنس وحشته وسط البراري والغابات، ليعبر 27 دولة إفريقية من أجل تدوين عاداتهم وتقاليدهم. خط البداية